شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير المحترم، ظهير 2 أكتوبر 1984 متعلق بتعويض ضحايا حوادث السير أصبح عارا على منظومة التشريع الوطني. هذا الظهير الذي مر على تنزيله أكثر من 40 سنة ولم يجرؤ أحد حتى على الاقتراب منه، مما ساهم في مضاعفة أرباح شركة التأمين على حساب كرامة وآلام وجراح الضحايا. سيد الوزير المحترم، أنتم تعلمون أنه يتم احتساب تعويض على أساس الحد الأدنى للأجر السنوي المحدد في الظهير، وخصوصا في الجدول المرفق فيه على أساس 9270 درهم سنويا، أي ما يعادل 772 درهم شهريا. كيف نتقبل أن يتم احتساب تعويض على أساس حد أدنى للأجر قدره 772 درهم بالنسبة للطالب، بالنسبة للتلميذ، بالنسبة كذلك للذي يشتغل في القطاع الغير المهيكل؟ النتيجة تعويضات بخسة مقابل دراهم معدودة. في المقابل السيد الوزير، نحن نعلم أنه في إطار مدونة الشغل التعويض أو الحد الأدنى للأجر الذي تحتسب به التعويضات هو 17 درهم فاصلة 10 درهم للساعة، أي ما يوازي 3266. على الأقل تكون عندنا التقائية في القوانين. من جهة أخرى السيد الوزير، ونحن نتكلم عن التعويض المعنوي في حالة حادثة سير مميتة، كيف نتقبل أن يتقاضى أو التعويض المستحق لأولياء الأمور هو 13,000 درهم فاصلة 905 درهم؟ كيف لنا أن نقنع أولياء الأمور بأن ما ينوبهم في حادثة سير مميتة راح ضحيتها شاب هو 13,000 درهم و905؟ لذا نسائلكم سيد الوزير عن مستجدات التعديل، وشكرا. شكرا سيدنا. تفضل سيد الجواب. تفضل سيد الوزير. عنده في الحقيقة ظل يا السيد الرئيس، انا اللي بقيت في الاغلبيه بوحدي، كلشي ولا في المعارضه. الا سمحتوا، احنا اعدنا النظر في قانون منظم لحوادث السير، وهذا القانون هذا الاسبوع المقبل غادي يكون بين يديكم في مجلس النواب، وغادي تكون فيه واحد الزيادات كبيره فيما يخص التعويضات، لانك كيعتمد على راس المال وكيعتمد على السن الى اخره. وبالنسبه لشركه التامين، وهذا صندوق مال الضمان درنا معهم اجتماعات واتفقنا معهم. صندوق مال الضمان وصل حوالي واحد 5000 ملف ديال التنفيذ، والشركه التامين طلعوا له واحد 10000 ملف ديال التنفيذ، ودابا كنحاولوا ان التنفيذ ما يبقاش الشيك، الشيك دير الشيك جيب الشيك. درنا دابا اتفاق ولينا كنمسوا على طريق الفيرمون، الاحاله على صناديق المحامون باش تولي المبالغ عندهم. حنا خدامين في هذا الشيء وغاديين فيه شويه بشويه، وكان قلت لك هذوك ديال شركه التامين كلهم تخدموا بالكمبيوتر. وزاره العدل كتخدم بالكمبيوتر ستيلو، قد كيفاش غادي يكون التواصل بيناتهم. ولكن درنا خطوات ايجابيه في القانون، حيت يجي قانون الشيك في الاسبوع المقبل ونفتحوا فيه نقاش، ديك الساعه في اللجنه ندخلوا في التفاصيل. شكرا.